السلام عليكم. مسلسل قضاء الحلقة ال 52 حلقة كانت رائعة جدا جدا. خلينا نكون متفقين بس من البداية كده ان انت لو من محب الدراما هتلاقي ان المسلسل قوي جدا. ومعنى الدراما ايه؟ يعني لما بقول انت من محب الدراما، طب ده معناه ايه مثلا؟ معناه حاجات كتيرة جدا جدا. معناها ان انت حابب، يعني اقول لك على حاجة. دلوقتي انت بتتفرج على المسلسل ده فيه شخصيات، الشخصيات دي منهم عائلات بيحصل منهم حاجات طبيعية كده، ما هم كبشر زينا زيك. الفكرة التميز بيحصل في نقطة، ان اللي يقدر المخرج والمؤلف يحسسك ان انت عايش معاهم، يحسسك بيهم، يخليك تتعاطف معاهم بشكل كبير جدا. يخلق هو عائلة جوه المسلسل كده، يخليك تحس ان انت من ضمن العيلة دي، يخليك تحس ان انت عايش معاهم. هنا خلق رابط عاطفي ما بينك وما بينهم، خلق دراما، خلق جو درامي ما بينك وما بينهم. ده غير ان يكون الحوارات قوية جدا جدا، وانت قاعد بتتفرج تحس ان انت بتتفرج على حاجة حقيقية قدامك، موقف حقيقي قدامك. الحوارات تاخدك وتشدك وبشكل كبير، تفرح لفرحهم، تزعل لزعلهم. ده يخليك بالفعل، هو ده الدراما، هو ده قوة ونجاح الدراما. وده هم ناجحين فيه بمسلسل القضاء وبشكل كبير جدا. بعيدا بقى عن دوامة القصة وبعيدا عن دوامة الحبكة والجو ده كله، فهو المسلسل ناجح دراميا وبشكل كبير جدا. نجح يخليك تتأثر وبشكل كبير بداريا وقصتها وماضيها وحاضرها، اللي هو دلوقتي واحدة ماضيها كله متدمر، واحدة فقدت جوزها قدام عينيها، جوزها اتقتل قدام عينيها، لأنه كان برضه في اللي هو في جو يعني اللو انفورسمنت، اللي هو يعني في جو القضاء وفي جو الحاجات دي كلها، فقدته قدام عينها وبعدها سقطت وطفلها معاش وهو في بطنها. بتيجي تعيش نفس التجربة دي تاني، متجوزة رئيس النواب وفي خطر، ورئيس النواب ده في خطر كبير جدا، وبتحمل وعربيه بتنفجر، وجوزها اللي هو المفروض هتبقى جوزها يعني حبيبها بينصاب. فطبيعي جدا تحس انها هتعيد نفس التجربه. انت كبشر لو حد مكانها هيحس نفس الاحساس، هيحس انها بالفعل عايزه تجهض البيبي، اتعقدت نفسيا. وده حلو، وده حسسهولك، خلاك تحس هو المخرج، خلاك ان انت تبقى انت مصدق اللي بيحصل، مشاعر صادقه، خلاك تتعاطف معاها وتقول ما صحيح، طب ما هو في امل يا بنتي، في امل. خلاك تتعاطف مع بارس، لو انت خدت القرار من نفسك عايزاني في ايه بقى وتزعل معاه. طب ما هو بارس معاكي، طب يطمنها. جيلين صديقتها اللي عايزه تخليها تكمل الموضوع، وما حاولت بكل الطرق تقنعها وما لقتش، يعني عملت اقصى حاجه ممكنه، حاجه قاسيه جدا ممكن واحد يعملها، وجت تقول لهم في وسط الدنيا ورد الجاز دي قاسيه جدا. وايران ان هو كان الموقف قاسي جدا جدا جدا، ولكن انت عملت الصح، لان هو ده الصح اللي يحصل عشان خاطر بارس يشوف، عشان خاطر بارس يديها السبورت، وهي هتغير قرارها وبارس هيديها السبورت وهتتجوزوا تمام، وده هيعدي وكل حاجه. بس هي دي الدراما بقى. كل ده ما جابلكش النتائج على طول، ما عملش الاستنتاجات على طول، لا، مشاك رحله دراميه رائعه جدا جدا، خلاك تتعاطف فيها مع كل الشخصيات. ودي كانت حاجه قويه، ودي كانت حاجه مهمه جدا. فهنا دي الدراما بقى، خلاك ماشي معاهم. رحله جيلين مع مامتها مع ماتين، ورحله انها كانت مش طايقه ماتين، وانها خلاص بتكره العمى كده، تحب العمى وتشوف العمى وما تشوفش ماتين، وصولا لانها ماتين بابا، بتقول له ماتين بابا. والرابط العاطفي الكبير جدا اللي اتخلق ما بينهم، الرابط العاطفي ما بينها وما بين دفنه، ما بين جنين وما بين دفنه الطفله الصغيره، والتعلق الكبير بيها، لدرجه ان اخر مشهد لما ماتين اتصاب خلاص، وانت على فكره هو كده خلاص ماتين هيموت، وش رد فعل جنين كان صعب جدا، لا اتصدمت، الراجل خلاص صدمت صدمه عمرها، اللي كانت قاعدين مع بعض في المطعم بياكلوا مع بعض، الراجل اللي اعتبرته باباها وماشي معاها خلاص هو ابوها بعد ما ابوها ما مات، ودفنه لاختها، رابط عاطفي. دي الدراما. فكل دي دراما قويه جدا هو نجح فيها وبشكل كبير. الدراما ما بينهم هما الاثنين، العائله، الصديق وصديق ايران، لما كل شويه يلقح عليهم ويرمي عليهم كلام، اللي هو يا رب يدي الكل اللي عايز، ويخلي اللي هو عقبال كنتم من الاخر، طب طمنوني انتوا رحتوا بنتوا مع بعض في جديد. الحاجات دي كلها بتحصل في الحياه الطبيعيه يا جماعه. ما هو اللي احنا بنشوفه على الشاشه المفروض يبقى حاجه طبيعيه، حاجه موجوده بتحصل، اجواء بتحصل قدامنا، ما نشوفش حاجه خيال، ما نشوفش حاجه بعيدا عن اللي بيحصل، بعيدا عن الواقع، عشان خاطر يخلق ما بينه وما بينك رابط، اللي انت بتشوف حاجه بتحصل مصدقه، علاقه طبيعيه بتحصل، اصحاب موجودين مع
بعض بتحصل مع بعض. ايران والدلع بتاعهم والكلام والهزار اللي بيحصل ما بينهم هم كلهم، دي كلها حاجات حقيقيه بتحصل وحاجات في الواقع معانا. فدي كلها لما احنا نشوفها اتخلق كده رابط عاطفي معانا ان دي حاجه حقيقيه بتحصل، فانت بتصدق في الاحداث وبتصدق في اللي بيحصل. فهنا دي قوه المسلسل، قوه الدراما، الحوارات القويه جدا جدا، الحوارات اللي قدرت توصل لك ان في تمهيد لموت شخصيه زي متين، الحوارات القويه جدا ما بين مردان ومتين اللي هو بيقول له يعني مش اصفاد بس، مش كلبشات اللي عاملها في رجلي اللي تمنعني من ان انا اجي لو حد فيكم في خطر او حد فيكم شعره اتمست له، لا ده لو علقوني في السقف كده هاجي وهشوفكم رغم كبر سنه ورغم مرضه ورغم كل حاجه. ما استحملش يشوف ابنه بس مصاب وساب كل حاجه وراح له، على الرغم من ان ابنه قاسي عليه جدا، قسوه كبيره جدا عليه. فدي حاجه قويه جدا وكلام قوي جدا وحوار قوي جدا ومواقف قويه جدا، وهنا قوه الدراما. فانت لو بتحب النوع ده، وطبيعي انا مش شايف ان انت ده احسن حاجه يعني، هتحب المسلسل وبشكل كبير. اما بكرر تاني الكلام وكل حلقه بقوله، هو خلاص المسلسل بقى هو عباره عن قضايا وبيحلوها. خلونا ننسى الموضوع اللي المفروض يحصل بعد 6 شهور ده، مع ان في بوادر بتقول ان ممكن تكون القضيه دي، بس انت لو هتكمل على القضيه دي كلها لازم تخلق لي حاجه كبيره، لازم يبقى القاتل حاجه كبيره، لان القاتل عنده امكانيات كبيره جدا، القاتل عنده امكانيات ان هو يجيب قنبله يفجرها، والقنبله دي انها تعمل بوم بس فرقعه تخوف، ما تديش اصابات، ما تعملش اصابات، وفي نفس الوقت عنده الامكانيه ان هو يعني يطعن متين ويخطف دفنه. كل الامكانيات دي وبشكل كبير لازم تكون مع واحد في يعني موضوع ان هو يقتل اللي اتقتلت دي، مش شايف له ابعاد كبيره، فلازم هو يخلق كونكشن او سما تخلق لنا كونكشن كده موجود ما بينهم هما الاثنين، تكون حاجه قويه جدا. بس ما زال الشخص اللي مظلوم كل شويه ده اللي مش هنقدر نتكلم معاه ده له علاقه بالموضوع، لان هو ده اللي بيراقبهم وده اللي بيعرف احوالهم موجوده ومعاهم بشكل كبير. فالقضيه ما لناش دعوه بيها، القضيه كده كده مصيرها هتتحل وهيحلوها، بس الجو العام كله بتاع المسلسل هو ده اللي يفرق معانا، هو ده اللي المفروض هيبقى عليه الاحداث اللي جايه كبيره. متين خلاص انا من وجهه نظري ان متين للاسف احنا فقدناه وهيموت الحلقه دي، لان مش هيبقى محظوظ مرتين كده، الموضوع هيبقى مأفور، وفي نفس الوقت هو فاقد الدم كتير جدا، فيموت بقى يبقى احسن له، يعني دي هتبقى نهايه الشخصيه دي هتبقى احسن وكبير وهتدي صدى واسع جدا، وخصوصا ان هو اللي بعد 6 شهور حتى ما كانش موجود معانا. بالنسبه لخطف دفنه فدفنه اكيد هيلاقوها، لكن هل الجاز بقى هيتنازل عن القضيه وبشكل كبير وهيتنازل عنها، ولا ايه اللي هيحصل؟ ده اللي احنا هنشوفه بقى في الاحداث، لان ما اظنش ان هو هيتنازل، ما اظنش ان هو هيتراجع عن اللي هو بيعمله، واظن هيكمل في القضيه وهيكمل فيها، لان هو ده هدفه من البدايه اصلا، ان هو العداله مهما كان الناس اللي في خطر هيحاول يحميهم، بس هيكمل في القضيه، والموضوع هيبقى شخصي جدا بقى بعد موت متين لو مات. بس انا من وجهه نظري دراميا موته هيخدم الدراما وبشكل كبير جدا، هيضيف قوه للاحداث وبشكل كبير عن ان هو ما يموتش وينجو تاني. ده هيخلق شراسه كده هجوميه عند الكل، ان هم عايزين ياخدوا بقى بطارهم، مش بس ان هم يحققوا العداله، لا الموضوع هيدخل في شخصي، ان هو هيدخل في ان هو يعني ايه عايزين ينتقموا بقى، فده هيبقى حاجه قويه جدا في الاحداث. الاعلان غالبا هينزل النهارده بعد نزول الحلقه دي، لان صورت الحلقه دي النهارده، اكيد الاعلان هينزل بعدها النهارده او بكره بالكتير، واكيد هيبقى فيه معلومات، لو كده هنعمل حلقه عنها، بس انا كده هنزل الحلقه دي لان بصراحه الكلام مهم جدا ويعني لازم يتقال. بالنسبه للاعلانات الموضوع انا شايف ان هو افور وبشكل كبير، فدايما بيبقى فيه وش اعلانات موجوده، يعني اي مسلسل ده مصدر دخل، يعني مش بس البث، حقوق البث وحقوق شرائه هي اللي بتدي دخل، لا بيبقى فيه اعلانات، بس دايما تبقى الاعلانات خفيه، انت مجرد انت بتلاحظها وخلاص، ما تبقاش واضحه الوضوح ده، الا انهم ما شاء الله عليهم اعلانات الميكرويف مغرقه المسلسل وكذا حاجه وبيلقوا الضوء عليها وبشكل كبير. والحلقه دي كمان مش بس اعلان لا ده الاير فراير مش مايكرويف، لا مش بس اعلان للاير فراير، لا ده كمان اعلان للتي في، السمارت تي في، الشاشه اللي موجوده وركزوا عليها وهي بتفتح الشاشه اللي هو تي في بلس والريموت، وركزوا على اللوجو بتاع التي في بلس على الريموت وكل ده. فالموضوع بالنسبه لي زاد عن حد، يعني اتمنى يقللوه، لان هو او يخلوه بشكل خافي كده ما يبقاش واضح الوضوح ده، لان هو لما
بيبقى واضح الموضوع ده بيبقى مستفز نوعا ما. لكن حته وجود اعلانات دي طبيعي وبتحصل في جميع انحاء العالم كلها في المسلسلات وفي الافلام، بس بتبقى مخفيه كده، ان انت ايه بتلاحظها بس ما تقدرش تقول ان ده اعلان، وان انت بتستخدمه وبتشوف الحاجه بس ما بتقولش انها اعلان. وده فن بيبقى من المخرج، بيبقى يعني فن، عايز فن بشكل كبير. بس ده كل اللي عايز اقوله عن الحلقه، في انتظار بقى الاعلان اللي ان شاء الله لو في اي حاجه جديده هنتكلم عنه النهارده. يا ريت لو تعمل لايك وشير للحلقه، ويا ريت انت مش مشترك تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقه الجديده لما تنزل. ما تنساش برضه تتابعنا على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.